برشلونة يقدم عرضه الرسمي لميسي. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل تتمنى عودة ميسي إلى برشلونة؟ وما هي الصفقات التي يحتاجها برشلونة؟ شاركونا بالتعليقات. قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن النادي الإسباني يبيت المهاجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، وأن النادي يتطلع لاستعادته إلى صفوف هذا الصيف. وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو المقبل، وسط تقارير تراجع أنه قد ينتقل إلى الدوري السعودي. لكن في المقابل مع محطة تي في 3 التلفزيونية قال لابورتا إن لدى برشلونة القدرة على منافسة أي نادي آخر من أجل الحصول على توقيع مهاجمه السابق. وأضاف: التاريخ في صفنا والمشاعر قوية للغاية، كما أن لدينا 400 مليون مشجع حول العالم. وترك ميسي برشلونة منذ عامين بعد أن قضى في النادي الإسباني 21 عاما، لكن عانى على مدار الموسمين الماضيين نظرا لصيحات الاستهجان التي تلاحقه في المباريات، آخرها تلك التي انطلق بها الجمهور عقب فوز باريس سان جيرمان ب5 أهداف مقابل لا شيء على إيجاكسو نهاية الأسبوع الماضي. وقال تقرير صحفي إسباني أن نادي برشلونة قدم عرضه الرسمي من أجل إعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووفقا لما أوردته صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة عرض لميسي عقد حتى 2025 وراتب سنوي قدره 25 مليون يورو صاف. وأفادت الصحيفة أن برشلونة متفائل بموافقة ميسي على هذا العرض. وحقق نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي بعد فوزه العريض خارج أرضه أمام جاره اللدود إسبانيول، وذلك بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيلا البارد في الجولة 34 من لا ليغا. فوز برشلونة على إسبانيول يعني أن البلوغرانا رفع رصيده إلى 85 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف ليضمن تحقيق اللقب قبل 4 جولات على نهاية الموسم. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الإجابة على سؤال النشرة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.